بسم الله الرحمن الرحيم. اول تركايه اللي بتيجي في امتحانات، جت في امتحانات ازهر وجت في امتحانات ثانويه عامه قبل كده. have you done your work؟ حط هنا نقط نقط نقط، علامه استفهام. you are smart، او مثلا you are amazing. حلو الكلام، علم التحكم حلو قوي. لو انا قلت الواحد اختار هنا، هحط هنا ايه؟ لو واحد حافظ مش فاهم هيقول هنا في سؤال، يبقى اختار يت، لان جينو قال لنا have you done your work، فاذا في سؤال فاختار يت. بس ثانيه واحده، الجمله ما خلصتش. هنا you are amazing، الجمله كلها على بعضها بتقول له انت عملت الواجب بتاعك او شغلك، انت رائع. ساعتها هنا هنختار حاجه اسمها already. قال له طب ليه يا جينو اخترنا اوريدي؟ ده ولا واحده من اللي انت قلتهم تدل ان اوريدي تيجي في علامه الاستفهام. ده انت قلت لي يت جت في الاستفهام بس، واوريدي جت في الجمله الخبريه. اشمعنى هنا اوريدي جت في علامه الاستفهام؟ قال لك لما تيجي في التعجب او الاندهاش وانا حاطط رجل على رجل، باخد معاها كلمه اوريدي في السؤال. ليه؟ ترجم الجمله بالبلدي كده. ماما دخلت عليك، انت قلت لها يا ماما انا هاجي معاكم المشوار ده، فقالت لك يا حبيبي خلص الواجب بتاعك الاول. قلت لها والله يا ماما انا خلصت الواجب اصلا. فماما اول مره تحصل ايه ده هو باين انه يعملها ولا ايه؟ فراحت ماما قالت لك ايه؟ have you done your work already؟ بجد you are amazing، ده انت رائع. فهنا ماما بتندهش كانها بتقول بجد. فاذا دي اول تركايه من تركات الامتحان. يلا نكتب جنبها تركه، نكتب جنبها كده زي الشاطرين، تركة امتحان. تمام كده.